لو بتفكر في ألمانيا، في 4 شخصيات بتسافر ألمانيا. في اللي رايح يدرس، وفي اللي رايح يدرس ويشتغل، وفي اللي معاه صنعة أو مهارة وطالع بعقد عمل، أو حتى رايح يدور على شغل، وفيه اللي حرق المراكب وقرر يبدأ حياة جديدة بيهاجر وعينه على الجنسية. والحلقة دي هتكون رحلة ليهم كلهم، أيا كان أنت مين فيهم هتلاقي إجابة، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. ألمانيا دولة بتشتغل زي الساعة السويسرية، وليها روح تانية خالص، روح فيها برود ظاهري وعمق حقيقي. فيها نظام يمكن يغيظك في الأول ويريحك في الآخر، وفيها فرص حقيقية مش للكل، بس للي عارف يتعامل مع اللعبة صح. خلينا ناخد فكرة ونشوف ألمانيا عن قرب الأول. ألمانيا هي دولة في قلب أوروبا، رابع أكبر اقتصاد في العالم وعاصمتها برلين. عملتها اليورو واللغة الأساسية الألماني، وده محور مهم خلينا نبدأ بيه. في ناس بتروح ألمانيا وفي دماغها أنا هدرس بالإنجليزي أو أنا هشتغل في شركة دولية مش محتاج ألماني. وعلى فكرة ده صح، بس بشكل ما. فكر كده في الحياة اليومية هناك. لو عايز تأجر شقة، طب رحت تكشف عند الدكتور، أو عاوز تشتغل بارت تايم جنب دراستك، كل ده بالألماني. اللغة هنا مش بس أداة تواصل، هي اللي بتحدد هتعيش في ألمانيا ولا هتتعب من أول يوم. طب خلينا كده نروح لمحور كمان مهم، وهو طبيعتهم. أغلب غلطة بيعملها المهاجر العربي أول ما يوصل إنه بيحس إن الألماني بارد أو مش مرحب بيه، لكن الحقيقة هو مش برود، هو دقيق شوية. الألماني بيفصل بين الشغل والصداقة، هو بيحترم مساحتك الشخصية وبيطلب منك أنت كمان تحترم مساحته الشخصية. لكن لو كسبت ثقته، هو صاحب حقيقي للأبد. وعارف كمان إيه اللي بيميز الألماني؟ الدقة المتناهية. لو قلت له هقابلك بكرة بيسجلها عنده وبيفضي اليوم، وكمان المواعيد عندهم مقدسة. هجيلك الساعة 3 تبقى 3 مش 3 ونص. كتير من العرب في الأول فهموا الموضوع غلط وقالوا دي عنصرية، لكن الحقيقة كانت مشكلتهم في فهم الثقافة مش في الثقافة نفسها. طب السؤال اللي كتير بيدور عليه، حياتي هناك كمسلم أو كعربي في ألمانيا عاملة إزاي؟ خليني أقول لك إن ألمانيا عايش فيها 5.5 مليون مسلم، وكمان هتلاقي جاليات عربية تقيلة من تركيا ومن سوريا ومن مصر ومن ليبيا ومن المغرب. الجميل هنا إنك هتلاقي مساجد في كل المدن الكبيرة، والأكل الحلال هتلاقيه موجود في أغلب السوبر ماركت الكبيرة. وكمان لازم تعود عينك إنها تقرأ المكونات بالألماني عشان تتأكد من اللي بتاكله. طب بالنسبة للصلاة وقت الشغل، أنت ليك حق قانوني طبعاً، بس عملياً وعلى أرض الواقع محتاج يكون في تفاهم ما بينك وبين مديرك. في الشركات الانترناشونال الكبيرة الموضوع بيمشي سلس جدا، لكن في بيئات العمل الصغيرة محتاج منك شوية دبلوماسية. ألمانيا كدولة في المجمل مش عنصرية، والشرطة هناك بتتعامل بحياد تام. كفاية كده معلومات عامة، وخلينا نبدأ بأول فئة. لو طالب جاي للدراسة، صدقني دي أجمل رحلة وأصعبها. دي النقطة اللي ألمانيا فيها يمكن الأجمد في أوروبا كلها. الدراسة في الجامعات الحكومية الألمانية تقريبا ببلاش، ويمكن دي أقوى ميزة في ألمانيا. مفيش مصاريف دراسية غالية، أنت يا دوب بتدفع رسوم إدارية كل ترم بتاع 300-400 يورو، وكمان الرسوم دي معاها كارت المواصلات العامة، وهنشوفه بالتفصيل كمان شوية. وعشان تعرف الفرق، تخيل معايا إن أمريكا وبريطانيا بياخدوا منك من 20,000 ل 50,000 دولار في السنة رسوم بس. في ألمانيا أنت تقريبا بتدرس ببلاش. بس هنا الفكرة، هل السفر والمعيشة نفسهم كمان ببلاش؟ خلينا بقى ننزل على الأرض ونشوف أول عقبة هتقابلك، هي اللغة. أغلب البرامج القوية في الجامعات الحكومية الألمانية بتدرس بالألماني. أنا عارف إن في برامج ماجستير بالإنجليزي، لكن التقل الحقيقي والكورسات والبرامج التقيلة وكمان فرصتك إنك تندمج بجد محتاجة لغتهم. تعال بقى نروح لحجر الأساس ونفهم الموضوع بيتم إزاي. الحساب البنكي المغلق. عشان السفارة الألمانية أصلاً تديك فيزا للدراسة لازم يتأكدوا إنك مش هتموت من الجوع هناك ومش هتروح تبقى عالة على المجتمع، فبيطلبوا منك ببساطة تحط مبلغ محترم حوالي 12,000 يورو في بنك ألماني، وده قبل ما تسافر أصلاً. البنك بيقفل على الفلوس دي بالضبة والمفتاح، وبيصرف لك منها مصروف شهري تقريباً 1000 يورو في الشهر تعيش بيهم. تعال بقى نحسبها بالورقة والقلم. لو ربنا كرمك ولقيت سكن طلبة أو أوضة حتى مشتركة، لأن خد بالك الطلب عليهم رهيب جداً، الإيجار لوحده هياخد منك من 500 ل 600 يورو. حط عليهم بقى 120 يورو تأمين صحي إجباري، وكمان 100 يورو شوية مستلزمات دراسية، هيتبقى معاك يا دوب 200-300 يورو، ودول يا دوب تعرف تاكل وتشرب بيهم وتدفع باقة الموبايل والإنترنت. وكل ده كوم، وطبيعة النظام التعليمي وصدمة الجامعة نفسها كوم تاني. أنت بتتنقل من النظام التعليم في بلادنا لنظام بيعتمد على الاستقلالية التامة. في الجامعات الألمانية محدش بياخد غياب، محدش هيسألك ما جيتش الجامعة ليه، ومفيش دكتور هيقف على دماغك عشان تذاكر. الدراسة هناك بمستوى عالمي، في الهندسة، في العلوم، في الطب، في التكنولوجيا. طب يا سيدي ربنا كرمك وتخرجت، كده إقامتك كطالب انتهت،
لكن هنا الحكومة الألمانية مش هتقولك مع السلامة، بالعكس بتديك كارت إقامة جديد اسمه إقامة البحث عن عمل، مدته 18 شهر. يعني من الآخر مش محتاج تخرج بره ألمانيا وترجع من تاني بفيزا من السفارة. لف براحتك في البلد واشتغل أي حاجة تصرف فيها على نفسك لحد ما تلاقي عقد في تخصصك. طب الجميل هنا إنك لو لقيت عقد واشتغلت بيه سنتين ودفعت الضرايب بتاعتك، الدولة بتكافئك وبتديك الإقامة الدايمة على طول. الجامعة في ألمانيا فيها مجتمع حقيقي، هتلاقي عندك زمايل من 80 جنسية، نشاطات وأبحاث، وكمان أنت مسؤول عن نفسك بنسبة 100%، ودي أجمل حاجة في النظام الألماني وأخطر حاجة في نفس الوقت. وده هياخدنا للفئة التانية، الطالب اللي محتاج يشتغل جنب دراسته. ال1000 يورو المصروف الشهري بيتبخروا قبل يوم 20 في الشهر، وهتلاقي نفسك بتدور على أي حل عشان تكمل بقية الشهر. الحل بقى للزنقة دي هو إيه؟ إنك تنزل تشتغل، والقانون الألماني بيسمح لك كطالب إنك تشتغل حوالي 20 ساعة في الأسبوع. لو نزلت اشتغلتهم بالحد الأدنى للأجور اللي هو حوالي 12-13 يورو في الساعة، هتعمل لك من 800 ل 900 يورو في الشهر. المبلغ ده هيسندك كويس. طب الطلبة بتشتغل إيه هناك؟ الاختيارات كتير، هتلاقي نفسك بتشتغل عامل في سوبر ماركت أو مطعم أو كافيه، أو حتى طيار دليفري بتوصل طلبات أكل للبيوت. وممكن تلاقي فرصة إنك تشتغل مساعد باحث في الجامعة، ودي أحسنهم لأنك بتقبض منها وبتفيدك جدا في مجالك الأكاديمي. لكن هنا في تحدي حقيقي، إنك توازن بين ال20 ساعة شغل والمذاكرة. أنت بتدرس مناهج ألمانية تقيلة جدا ومحتاجة تركيز، وفي نفس الوقت بتجري عشان تلحق شفت الشغل. الطالب اللي المفروض يخلص البكالوريوس بتاعه في 3-4 سنين بيلاقيه سحب منه 6 و7 سنين. الفكرة وما فيها إنك بتلاقي نفسك دخلت في دوامة مرعبة. أنا بشتغل عشان أصرف على دراستي، فما بلحقش أذاكر فبسقط في المواد، فبضطر أمدد فترة دراستي، فبحتاج فلوس أكتر فبنزل أشتغل أكتر، ودي حلقة مفرغة بتطحن طاقة الشباب. وخلي بالك لو سقطت كتير ده بيأثر على تجديد إقامتك. القانون الألماني بيدي إقامة للطالب عشان يدرس ويشتغل بشكل جزئي، لكن لو موظف التجديدات حس إنك شغال أكتر ما بتدرس وإنك بتسقط عشان تشتغل، بيعتبر إنك بتستغل فيزا الدراسة كغطاء عشان تعيش وتشتغل في ألمانيا، وهنا بيبدأ الخطر. لكن الأغرب من كده إن الشاب اللي بيعرف يوزن المعادلة دي صح وما بيقعش في الفخ بيطلع بتجربة استثنائية. بيتعلم لغتهم بجد، وبيفهم مجاله كويس، وبيعرف إزاي يشتغل تحت ضغط في بيئة عمل ألمانية رخمة جدا. الخلاصة، الشاب اللي بيتكلم ألماني وبيتخرج من جامعة هناك ومعاه في السي في بتاعه خبرة إنه اشتغل جوه ألمانيا، ده حرفيا شخص السوق الألماني بيخطف. طب خلينا نسيب التعليم شوية ونشوف لو رحت بعقد عمل. أول حاجة لازم تعرفها أول ما توصل ألمانيا الفرق بين الدخل الكلي والدخل الصافي. ولنفترض إنك مهندس أو مبرمج طالع على راتب 5000 يورو في الشهر، اللي هينزل في حسابك الشهري حوالي 2800 يورو، وهتفهم كمان شوية ليه بالتفصيل. وهناك كل تخصص وليه مرتباته، وبالمناسبة الحرفيين مرتباتهم عالية جدا. المهندس مثلا مرتبه من 4 ل 7000 يورو، الدكتور من 5 ل 10000 يورو، المحاسب أو مدير المشاريع من 3500 ل 6000 يورو، سواق النقل التقيل أو الحرف الشاطر من 2800 ل 4000 يورو. طب لو أنت رايح على أي شغل بشكل عام، الحد الأدنى للأجور هناك 12-13 يورو في الساعة، والحكومة بتزوده كل فترة. يعني العامل العادي بيصفي بعد الضرايب في حدود 1400-1800 يورو. ومهم تبقى عارف إن ألمانيا مش أرخص دولة في أوروبا ومش أغلاها، بس هي بتلعب معاك لعبة البقاء للأقوى. وهنا الفكرة ببساطة إنك هناك حرفيا بتقبض عشان تدفع. النظام الضريبي الألماني تصاعدي وقاسي جدا. لو أنت شاب عازب ومفيش في رقبتك عيال، الحكومة بتعتبرك البقرة الحلوب بتاعة الاقتصاد الألماني. أول ما المرتب بينزل الضرايب بتاخد من 40 ل 45% أوتوماتيك. الفلوس دي بتروح لضريبة دخل وتأمين صحي إجباري وتأمين بطالة ومعاشات. لكن التحدي الحقيقي والكابوس هناك هو الإيجار. عشان تلاقي شقة في مدينة كبيرة زي ميونخ أو برلين، أنت بتدخل في حرب نفسية أشرس من الانترفيو بتاع الشغل نفسه. الإيجارات هناك ضربت في السماء. يعني أوضة في شقة مشتركة في برلين هتكلفك من 600 ل 800 يورو، شقة استوديو صغيرة من 1000 ل 1400 يورو، ولو رحت مدينة زي ميونخ زود عليهم 40% وانت مغمض. المشكلة هنا مش في السعر بس، المشكلة ان انت تلاقي الشقة اصلا. بتقدم اونلاين، ولو صاحب البيت رد عليك ورحت تعاين الشقة بتلاقي 30-40 واحد غيرك بيتخانقوا عليها. صاحب البيت بيطلب منك ملف كامل، عقد لشغلك، كشف حسابك، وتقرير بيثبت انك بتسدد ديونك، وساعات بيطلب منك رسالة تقنعه انت ليه تستحق تسكن في شقته. وبالنسبة لمصاريف الاكل هتكلفك 200-300 يورو لو انت بتطبخ في البيت، لكن لو هتاكل بره ابدأ من 500 يورو وانت طالع. بالنسبة بقى للمواصلات، ألمانيا فيها حاجة اسمها اشتراك موحد ب 58 يورو في الشهر، بتركب بيه كل وسائل المواصلات العامة في ألمانيا، أي مترو، أي أتوبيس، وأي قطر إقليمي في الدولة كلها.
من شرقها لغربها. والاجمد بقى لو انت رايح تدرس، الجامعه بتديك النسخه المدعمه ب 29 يورو في الشهر بس. انما بقى لو انت راكب عربيه خاصه هتدفع تامين وبنزين من 300 ل 500 يورو وحسب استهلاكك. طب خلينا نرجع تاني للوظائف. المانيا بتعاني من نقص حد في العماله، وده واقع اقتصادي بيوجعهم بجد. الشعب بيعجز والشباب قليلين والاقتصاد جعان ناس تشتغل. طب ايه اكتر الشغلانات المطلوبه هناك دلوقتي؟ لو انت بتاع تكنولوجيا وبرمجه، مهندس سوفت وير، داتا او امن سيبراني، فانت برنس زمانك. هناك المحترفين زي ما لسه قايلين مرتباتهم عاليه جدا، وبتزيد كمان لو انت شاطر قوي. والشركات الكبيره ممكن تقبل تشغلك بالانجليزي. وكمان الرعايه الصحيه والقطاع الطبي بيصرخ عندهم نقص مرعب في الدكاتره والممرضين، وعشان كده دكاتره مصريين كتير بيطيروا على هناك. وكمان المرتبات بعد الاعتراف بشهادتك او المعادله بتكون اعلى بكتير. وطبعا الهندسه سواء ميكانيكا او كهرباء مطلوبين جدا. المانيا اصلا بلد صناعي. ضيف بقى على دول المدرسين وخصوصا بتوع اللغات، وكمان سواقين النقل التقيل وعمال المطاعم اللي دايما مطلوبين. وعندك الحرف اليدويه دي سر يمكن كتير مش بيتكلم عنه، كهرباء، نجاره، لحام، سباكه. تعرف ان السباك الالماني الشاطر بيكسب اكتر من مهندس في تخصصات تانية، والطلب عليه عالي جدا. ألمانيا حرفيا في أزمة حرفيين شاطرين، وكمان مش لازم شهادة جامعية. وعشان يحلوا الأزمة دي ألمانيا عملت نظام اسمه نظام بطاقة الفرص. ده نظام نقط بيخليك تسافر تدور على شغل حتى لو انت لسه ما معكش عقد شغل. طب بتجمع النقط دي ازاي؟ الفكرة بسيطة. لو معاك مؤهل معترف بيه، معاك لغة إنجليزية أو ألمانية كويسة، عندك خبرة في مجالك، سنك مناسب، كل حاجة من دي بتترجم لنقط. لو وصلت الرقم كويس مبروك عليك البطاقة. وهنا بقى لازم أكلمك شوية عن العقبات البيروقراطية والشهادات. أول عقبة هتخبط فيها هي الاعتراف بالشهادة الجامعية. المؤسسات الألمانية مش هتشوف شهادتك وتقول لك أهلا بيك، بيحصل عملية تقييم صعبة جدا ممكن تاخد شهور، ويمكن دي العقبة اللي بتعطل ناس كتير في البداية. لكن الأغرب من كده بقى كابوس البيروقراطية. انت اكيد متخيل بقى ان انت رايح المانيا بلد المرسيدس والبي ام دبليو، يعني التكنولوجيا في ابهى صورها وكل حاجه تخلص بتكه زرار، صح؟ لكن يا صديقي دي اكبر نكته في المانيا. المانيا دوله بتعشق الورق والختام والبريد العادي. الرقمنه عندهم ضعيفه جدا، ومفيش مقارنه بينها وبين دول كتير حواليها. عايز تخلص اي مصلحه حكوميه لازم تبعت الجواب بالبوسطه وتستنى الرد يجي لك بالبوسطه. اما بقى مكتب الاجانب اللي بيطلع لك الاقامه حدث ولا حرج، ده الثقب الاسود لاي مهاجر هناك. بتبعت الورق بتاعك وممكن تفضل قاعد مستني 6 شهور على الرد، ولو ورقه واحده ناقصه او الموظف مزاجه مش رايق اجراءاتك كلها وقفت. انت حرفيا بتعيش في ضغط نفسي رهيب، لان مصيرك كله متعلق بجواب هيجي لك في البوسطه. سيبك بقى من كل ده وخلينا نروح لليفل التنين، او اللي حرق المراكب وناوي ياخد الجنسيه ويقعد هناك. وهنا احنا وصلنا لاعمق حته في الحكايه. الموضوع ما بقاش فلوس واقتصاد، ده بقى بعد إنساني وبيوجع بجد. رحلة الهجرة عشان تستقر في ألمانيا ما بتمشيش خط مستقيم، دي مراحل بتكسر فيك حاجات وبتبني فيك حاجات تانية. وأول مرحلة هي الصدمة الثقافية. أول سنة دي بتبقى أصعب فترة في حياتك، حتى لو أنت متحمس وجاهز. الوحدة هتتعبك، هتوحشك دوشة البيت، لمة الأكل، وحنية أهلك اللي اتربيت عليها. الألمان مش هياخدوك بالحضن أول ما يشوفوك، وشتاء ألمانيا الكئيب هيزود إحساسك بالبرد النفسي ده. السنة التانية هتكون بدأت تفهم اللعبة شوية، عارف تتحرك، عارف تتكلم، بدأت تكون شوية علاقات صغيرة. السنة التالتة الدايرة بدأت توسع، بدأت تشتغل صح وتبني مستقبلك، دخلك بدأ يستقر، وهتلاقي نفسك بتمد جذورك. السنة الرابعة والخامسة دي اللي بتاخد فيها قرارك هتكمل ولا لأ. وكمان الحكومة غيرت قوانين الجنسية وبقت تقدر تقدم عليها بعد 5 سنين بدل 8. وكمان ألمانيا دلوقتي بقت تقبل إن أنت تشيل جنسيتين عادي. بس هنا بقى بنسمع صوت المفرمة بوضوح، والمفرمة دي مش شخص بيكرهك أو مستقصدك، المفرمة هي النظام. البلد محتاجة شباب يشتغلوا وينتجوا ويدفعوا ضرائب عشان يسندوا اقتصاد شعبه بيعجز. ولما تتجوز وتخلف وتفكر تاخد ولادك معاك، ده كوم تاني خالص. وده أكبر كابوس بيواجه أي أسرة عربية في ألمانيا، الذوبان الثقافي. بس قبل ما نتكلم عن كابوس الذوبان الثقافي، انت اصلا عشان تجيب مراتك وعيالك محتاج تعدي من خرم ابره. القانون الالماني ما بيهزرش، لازم تثبت ان دخلك الصافي يغطي مصاريفهم. والاصعب بقى لازم تأجر شقه مساحتها تكفيكم حسب مسطره القانون الالماني، واللي احنا لسه قايلين ان تدويرك على شقه هناك تحدي كبير. يعني وارد جدا تقعد فتره كبيره مش عارف تجيب عيلتك عشان مش لاقي شقه بالمواصفات اللي الحكومه عايزاها. نرجع بقى لكابوس الذوبان الثقافي. انت بتاخد ابنك عشان يتعلم احسن تعليم،
بس التمن يكون هويته ودينه ولغته. طفل بيقضي يومه في مدارس ألمانية، بيتشرب ثقافة عكس ثوابتك 180 درجة. مع الوقت هتتفاجئ إن ولادك بيتكلموا مع بعض في البيت بالألماني والعربي بتاعهم بدأ يطير. بتظهر فجوة مرعبة في البيت، أنت بتفكر بعقلية شرقية وابنك بيفكر بعقلية غربية. وخد الصدمة الكبيرة بقى، هيئة رعاية الأطفال أو الشباب، ودي فزاعة أي أسرة عربية. لو مديت إيدك على ابنك أو عنفته أو حتى في المدرسة لقوا إن الطفل شكله مبهدل، الهيئة دي بتتدخل فورا وبقوة القانون بتاخد ابنك منك، تديه الأسرة بديلة أو تحطه في دار رعاية الأطفال. ورغم إن القانون ده معمول عشان يحمي الطفل، بس بيخلي الأسر العربية عايشين في رعب. أنت هناك بتمشي على قشر بيض، خايف تعاقب ابنك وخايف تسيبه يتشرب أفكار تدمر عقيدته. عشان كده كتير بيقفوا قدام المراية ويسألوا نفسهم سؤال بيوجع: أنا اديت ابني تعليم ممتاز وبصبور قوي، بس هل أنا كده كسبته ولا خسرته للأبد؟ وهنا السؤال الحقيقي مش هاخد الجنسية ولا لأ، السؤال هتبقى مين لما تاخدها. كتير من العرب لما كملوا ال5 سنين لقوا إن دخلهم زاد وجودة حياتهم بقت أحسن بكتير، لكن وحدتهم زادت، ارتباطهم ببلدهم بقى أضعف، وما وصلوش للسعادة اللي كانوا متوقعينها. وعلى الناحية التانية كتير غيرهم بنوا حياة حقيقية وعملوا عيلة وأسسوا مشاريع وبقوا فخورين بقرارهم. الفرق بين الاتنين مش في ألمانيا، الفرق في التحضير النفسي والهدف الواضح من اليوم الأول. وفي نهاية المطاف يا صديقي، ألمانيا مش جنة في المطلق ومش كابوس، هي فرصة. في ناس سافرت وبقت أحسن نسخة من نفسها، ولقوا نظام بيكافئ الشاطر ومفيش واسطة، لقوا حرية حقيقية وجودة حياة عمرهم ما حلموا بيها في بلدهم. ألمانيا بتديك نظام صحي عالمي، لو تعبت بيعالجوك من غير ما يبصوا في جيبك الأول يشوفوا معاك فلوس ولا لأ. تعليم قوي مجاني من الحضانة لحد الجامعة، الحكومة بتشيل معاك، قانون بيقف في صفك لو مديرك داس عليك، النقابات وقانون العمل بيجيبوا لك حقك تالت ومتلت. ضيف على كل ده بنية تحتية ما فيهاش غلطة، عربيات، قطارات، بيوت، كل حاجة مظبوطة على الشعر، واقتصاد ثابت ما بيتهزش حتى وكل البلاد اللي حواليها بتقع. جواز السفر الألماني بيدخلك 190 دولة من غير فيزا، بس في نفس الوقت في ضريبة وعيوب لازم تدفعها أو على الأقل تكون عارفها. البيروقراطية هناك مؤلمة، كل خطوة بتحتاج ميعاد وممكن تستنى بالشهور. إنك تلاقي شقة في مدينة كبيرة بجد تحدي حقيقي، الإيجارات والأسعار نار بتكوي الألمان نفسهم. الجو والوحدة، العدو الصامت، 6 شهور شتاء من غير شمس، طقس كئيب جدا وبيدخلك في نوبات نقص فيتامين د واكتئاب شتوي. المجتمع هناك فردي مش جماعي، الجيران مش بيزوروا بعض، والصاحب الألماني بيحتاج وقت طويل عشان تقدر تقول له صاحبي. والوحدة دي أثرت على نفسية مهاجرين كتير أكتر من أي تحدي تاني. الاندماج بياخد وقت طويل جدا، وفي تمييز خفي كده ممكن يخلي اسمك العربي يركن السي في بتاعك على الرف، وخصوصا في الترقية. لما تشتغل كويس وتكون مستني الترقية تلاقي زميلك الألماني اللي كفاءته أقل منك بيترقى أسرع. وضيف بقى على التمييز الخفي ده الهاجس اللي بيطارد أي مهاجر دلوقتي، وهو صعود اليمين المتطرف. صوته بدأ يعلى في ألمانيا ونسبته بتزيد، وده بيخلق حالة من القلق النفسي. أنا مش هقولك إنك هتمشي في الشارع هتنضرب، لأن زي ما قلنا ألمانيا دولة قانون شديدة والشرطة هناك محايدة، بس الإحساس العام إن في شريحة مش قليلة في المجتمع بتبصلك على إنك عبء أو مش متقبلاك، وده بالنسبة لناس كتير بيمثل ضغط نفسي تقيل ومش أي حد يعرف يتعايش معاه. الضرايب، الكارثة اللي بتتفاجئ بيها، استقطاع من 35 ل 45% من مرتبك. الدولة هناك مصممة النظام ده عشان تخلي الناس كلها في الطبقة المتوسطة. لو انت حاولت تكسر السقف ده وتعمل ثروة من مرتبك، الضرايب هتعاقبك وهتزود النسبة. ويمكن ده الوش التاني لألمانيا، إن السياسة دي بتعمل سقف إزاز لطموحك، النظام بياخد من اللي معاه عشان يدي اللي معهوش، والنتيجة في بعض الأحيان بعض الكفاءات الطموحة تسيب ألمانيا وتطير على أمريكا أو دبي أو سويسرا، لأنهم بيحسوا إنهم بيتعبوا عشان يصرفوا على ناس تانية قاعدة في البيت. دلوقتي يا صديقي، أيا كان أنت مين من الأربعة اللي اتكلمنا عنهم، النصيحة الذهبية اللي اتفق عليها كل اللي عاش هناك: اتعلم ألماني في بلدك قبل ما تسافر. هناك أغلى بكتير وبياخد وقت أطول بكتير، ولو جيت من غيره تدفع فلوس أكتر وهتتعلم أبطأ وهتبدأ من الصفر وانت أصلا مضغوط بالمصاريف. لو رايح ومعاك مستوى لغة A2 على الأقل انت بدأت صح، لو لسه ما بدأتش ابدأ دلوقتي في بلدك، أرخص وأسرع وأضمن. نمرة 2، الهدف الواضح. رايح ألمانيا ليه بالظبط؟ دراسة ولا شغل ولا هجرة؟ الهدف بيحدد لك كل حاجة: نوع الفيزا، المدينة، التحضير المادي، التوقعات. 3،
شهادتك، أوراقك، خطاب التوصية، الكشف المالي، معادلة الشهادة، كلها بتاخد وقت. ابدأ بدري، 6 شهور على الأقل قبل ما تقدم على الفيزا. وهنا بنوصل للحظة اللي لازم تقف فيها وتسأل نفسك: أنا مستعد وجاهز؟ اللي بيجاوب بأيوة وهو صادق، صدقني ألمانيا ممكن تكون أحسن قرار في حياته. أرض هناك خصبة جدا، بس محتاجة حد بيعرف يزرع، مش حد رايح ياخد من غير ما يتعب. واللي بيجاوب بلأ ده مش ضعف، ده واحد واعي بنفسه. خليك في بلدك واشتغل على نفسك، لأن ألمانيا مش مكان للضعفاء. والقرار دلوقتي يا صديقي في إيدك، أنت اللي هتقرر وأنت اللي هتتحمل. ودي كانت الحكاية. ودلوقتي دوركم، اكتبوا لي في التعليقات: هل قدرنا نغطي رحلة السفر لألمانيا كويس؟ وإيه أكتر حاجة من اللي اتقالت خلتك تعيد حساباتك؟ ولو أنت بتسمعنا من ألمانيا، شارك معانا أي جزء من رحلتك، يمكن حد تاني يستفيد. وكل تعليقاتكم أنا بتابعها بنفسي، لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. متنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.